بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا وزويزة، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل شوربه عدس. احنا سلقناه، هو بس شكله كده عشان لسه مسلوق، لسه ما ضفنالوش بقى الحاجات بتاعته. حطينا هنا اهو طماطمايه وبصلايه وفصين توم وجزرايه مقطعه، وهنا هو خلاص استوى يعني. هنستناه لما يهدى شويه ويبرد، بعد كده نضربه في الخلاط. لسان العصفور اتخرط معانا اهي. بطلع العدس. العدس ده على فكره مفيد جدا وبيدفي في الشتاء بطريقه وجميل، يعني بحب اشربه شوربه حتى لو من غير عيش، بس انا بحب اشربه شوربه. ومعانا هيئه التوابل اللي قلنا عليها، وحطينا هنا شويه كركم وكاري عشان هو اللي بيديله اللون اللي هو الكهرمان ده اللي انتوا عارفينه. واضيف لهم واحده ماجي تدي طعم الاكل. مش عايزه تضيفي ماجي برضه انت حره، لو انت عاملاها على شوربه لحمه او شوربه فراخ مش هتضيفي عليه حاجه، مش هتضيفي عليه ورقه ماجي يعني. اهيت، وهنسيبه بقى لما يغلى كده ويستوى، وبعد كده نشوفه مع بعضينا. والجو اليومين دول ساقعه ومطره، محتاج بقى العدس، ومحتاج المحشي والقلقاس. الحاجات دي بتدفي جدا في الشتاء. هنخلص ونضيفه مع بعض. وكده العدس بتاعنا خلص اهوت. انا عايزه اقول لكم ان انا عندي 2 شول، لما بعمل عدس في واحد فيهم ما بياكلش عدس، بنضطر نعمل ايه شويه بانيه زي كده لانه ما بياكلش العدس. وعندي التاني لما اعمل كشري اصفر ما بياكلش الكشري اصفر، بضطر برضه اعمل بانيه جنب الكشري الاصفر. وده العيش بقى اللي عايز يسقي في العدس، وفي جوه بقيته كماله. مستنيين لما نخلص بقى اللي عايز نكمل له تاني، نحط له تاني. معانا شويه بصل صغننين كده اهوت. ودوت غدانا النهارده. واليومين دول اواني العدس والقلقاس والمحشي عشان الدفا. بالهنا والشفا على الهواء. اتفضلوا معانا، واشوفكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله. سلام عليكم.